ما سألتش نفسك قبل كده ليه الطيور لما بتقف على أسلاك الكهرباء ما بتتكهربش؟ سؤال لولبي طبيعي بتسأله لما بتتأمل في صف العصافير اللي واقف فوق أسلاك الكهرباء، لكن للأسف ناس كتير إجابتها على السؤال ده إن رجول الطيور عازلة للكهرباء، بس في الحقيقة لا. يوسفني إن أقول لك إن رجل الطيور مش عازلة للكهرباء ولا حاجة وزينا بالظبط. طب أمال إيه بقى الحكاية؟ أول حاجة خليني أوضح لك إحنا إمتى بنتكهرب. في الكون كده في قانون فيزيائي تقدر تلاحظه في أي حاجة. أي جسم في الكون كله بيحاول يدور على الاستقرار والأنتخة، وكمان بيحب الرحرحة زينا. فلما تلاقي في نفس المكان زحمة وضغط وكثافة وعرق وقرف، بيهرب على طول لمكان يكون فيه زحمة أقل عشان يحصل اتزان واستقرار ويقعد ياخد نفسه كده. فالجسم ده بيتحرك من مكان للتاني، ولازم يكون في فرق في الزحمة ما بين المكانين لحد ما يحصل اتزان وتساوي في الزحمة ما بينهم، عشان الحرارة تتنقل من مكان للتاني. فالحرارة بتتنقل من المكان الأعلى حرارة للأماكن الأقل. وعشان كده بقى الكورة أو المية عشان تتنقل على منحدر لازم يكون في فرق في الارتفاع، وعشان كده بتتنقل الكورة من مكان الأعلى ارتفاعا للمكان الأقل. وعشان الهواء يتنقل من مكان للتاني لازم يكون في اختلاف في ضغط الهواء، فالهواء بقى بيتنقل من الضغط الاعلى للضغط الاقل، فبيولد ساعتها الرياح اللي كلنا بنحس بيها. وعشان تتنقل الكهرباء من نقطه للتانيه خلال موصل لازم يكون في فرق في الجهد، فالكهرباء بتتنقل من المكان الاعلى جهد للمكان الاقل جهد، بمعنى الاماكن اللي بيبقى فيها زحمه او كثافه الكترونيه اعلى. فالعصفوره بقى امتى بتتكهرب؟ لما طرف من جسم العصفوره دي يلمس مكان فيه جهد عالي وطرف تاني يلمس مكان فيه جهد اقل، فبالتالي الدايره تكتمل والتيار يمر. طب امتى برضو العصفور ممكن يتكهرب؟ لو وقف العصفور ده برجل على سلك وبرجل تانية على سلك بس بجهد مختلف، فساعتها ايه اللي هيحصل؟ باربيكيو يا معلم. السبب التاني ان التيار الكهربائي دايما بيختار يمشي في الطريق الاقل في مقاومته وفاضي ومتسفلت وما فيهوش اي معوقات. فلو هي ماشيه في السلك ولقت قدامها طريقين، فطريق السلك اللي مقاومته بتكون معدومه او فاضي، وطريق التاني اللي بيبقى فيه رجل العصفور اللي مقاومته بتبقى عاليه جدا، وساعتها التيار الكهربي بيختار الطريق الفاضي وهو السلك. بس بقى يا سيدي، فهمت ليه العصافير ما بتتكهربش؟ انما رجل العصفور زينا بالظبط، زي دي.